السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مع مستجدات يوم 19 فبراير 2025 على الساحة التعليمية، كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه خلال أسبوع واحد تم رصد 3365 حالة إصابة جديدة وست وفيات جراء مضاعفات داء الحصبة المعروف شعبيا بين المغاربة باسم بوحمرون. وتصدرت جهة الرباط سال القنيطرة جهة المملكة من حيث الانتشار الواسع لهذا المرض المعدي بين قاطنيها ب 807 إصابات وثلاث وفيات. أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين أنه إذا كانت حصيلة ورش الحماية الاجتماعية إيجابية بشكل عام إلى حد الآن بالنظر إلى التقدم الملموس الذي تحقق على أرض الواقع، فإن هناك عددا من التحديات التي تقتضي الانكباب عليها لضمان نجاح هذا الورش على النحو الأمثل. ونبه الشامي إلى أن نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون مباشرة ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50% من إجمالي المصاريف الصحية، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية. وأبرز الشامي أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية. توجه فريق الأصالة والمعاصرة بسؤال شفوي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة الاعتداء على أطر التدريس والإدارة داخل المؤسسات التعليمية. وأورد الفريق ضمن سؤاله: يعد التعليم ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، حيث يطلع رجال ونساء التعليم بدور محوري في تربية الأجيال وتأطيرهم معرفيا وسلوكيا، غير أن هذه المهمة النبيلة باتت تواجه تحديات جسيمة، من بينها تزايد الاعتداءات التي يتعرض لها الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية. فقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا للسلم المدرسي، وتنعكس سلبا على الأداء التربوي والمهني، مما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسة التعليمية كفضاء آمن للتربية والتكوين. أكد وزير التربية الوطنية على التزام الوزارة بتنفيذ جميع بنود الاتفاقات الموقعة، بما يشمل تفعيل مواد النظام الأساسي المتعلقة بالتعويض التكميلي، تقليل ساعات العمل الأسبوعية لفئات محددة، صرف التعويضات عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، إنجاز الترقيات المتأخرة وفقا للمواد 77 و 89 من النظام الأساسي. من المقرر أن تستأنف أشغال اللجنة المشتركة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 لمناقشة برمجة مواعيد المباريات، الترقيات والتكوينات، الحركات الانتقالية، جبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات 2021 و 2022. إذا هذا هو موجز اليوم، نتلاقاو بمستجدات أخرى. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.